ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة الساحل الروسي بشبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق البلاد ليلة الثلاثاء الأربعاء، مما أدى إلى أمواج تسونامي غمرت مناطق ساحلية شمال جزر الكوريل. وقالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية عقب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، ودفع الزلزال العنيف إلى إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء عبر المحيط الهادي، إذ حذرت اليابان والصين والولايات المتحدة وبيرو والمكسيك والإكوادور من موجات تسونامي تضرب شواطئها، مما دفعها إلى إصدار أوامر إخلاء ومنع الأنشطة البحرية كافة. وأكدت اليابان وصول موجة تسونامي قصيرة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية، كما أكدت ولاية هاواي وكاليفورنيا في الولايات المتحدة وصول موجات تسونامي قصيرة أيضا. لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أفادت بإلغاء تهديد تسونامي في مجموعة من جزر المحيط الهادي، مشيرة إلى أن التقلبات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تستمر.